لو اتورطت في بيت ومش قادر تدفع المورجج تعمل إيه؟ في الفيديو ده هنقول لك خطوات عملية وسريعة قبل ما توصل لفوركلوجر لا سمح الله. 1. احسب وضعك دلوقتي. اكتب دخلك ونفقاتك، قسط، فواتير، أكل. أعرف بالظبط الفرق اللي ناقص كل شهر. 2. كلم البنك فوراً، ما تستناش. اطلب هيلب من المورجج سيرفيسر فوربيرنس، تأجيل مؤقت، لون موديفيكيشن، تعديل القرض، أو خطة دفع مؤقتة. الصراحة مع البنك بتفتح لك أبواب، التجاهل بيخرب الموضوع. 3. فكر في إعادة تمويل لو ممكن. لو الفايدة الحالية أقل من اللي معاك، ريفاينانس يقلل القسط. احسب الرسوم كويس قبل ما تمشي في السكة دي. 4. جرب تأجير البيت لو الميعاد يسمح. لو تقدر تأجر المكان بعقد طويل أو حتى مؤقت، Airbnb لو القانون يسمح، العائد ممكن يغطي القسط لحد ما تتحسن ظروفك. قبل ما نكمل، شكرا لكل اللي بيتابع وبيتفاعل. اكتبوا لنا في التعليقات تحبوا نعمل حلقات عن إيه، واعمل لايك وفولو لو عجبك الفيديو، واحكوا لنا بتسمعونا منين. 5. بيع البيت أو شورت سيل قبل الفوركلوجر. لو مفيش حل، البيع الطوعة أو شورت سيل، البنك يوافق يبيع بأقل من الدين. دين يماني تندي أحسن من فوركلوجر من ناحية الائتمان والتبعات. 6. ديد إن ليو كخيار أخير، تسليم الملكية للبنك مقابل شطب الدين. ضرر لكنه أحيانا أقل من الحجز القسري. متسرعش وراجع محامي قبل ما تمضي. 7. استشير مختص قبل أي قرار نهائي، محامي عقاري أو مستشار تمويل يشرح لك التبعات الضريبية والقانونية لكل خيار. الكلام ده مهم جدا. نصايح سريعة مهمة. بنان، سجل كل مكالمة مع البنك، تاريخ، اسم الموظف، والاتفاقيات. ابعد عن شركات حل الديون اللي تطلب فلوس مقدم كتير. دور على جهات رسمية أو غير ربحية أول. أننا لو عندك تأمين للدفع أو حماية بطالة، شيك لو يغطي جزء من القسط. خلاصة، ما تستناش الكارثة. حساب واضح، كلامه مع البنك وفحص خيارات إعادة تمويل، تأجير، بيع طوعي أو ديد إن ليو. واستعين بخبير قبل أي خطوة كبيرة. شكرا لو بتتفاعل معنا. لو الفيديو نفعك اعمل لايك وسبسكرايب. إخلاء مسؤولية. المحتوى للتوعية العامة وليس نصيحة قانونية أو مالية شخصية. القوانين بتختلف حسب البلد والولاية، فاستشر محامي أو مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرار.